بمناسبة إن النهاردة يوم ميلادي فحابة كده أدردش معاكم في كلمتين إن شاء الله هتستفادوا بيهم في 3 حاجات اتعلمتهم في حياتي وعن تجربة شخصية حابة أوضحهم لكم. أول حاجة إن ما في شخص وحش ظهر في حياتي وكنت متضايقة من وجوده جدا إلا وظهر لي موقف كنت هستخدم فيه هذا الشخص وهيكون سبب بعد ربنا في إن هو أعدي من الصعوبة اللي هتقابلني أو المشكلة اللي هتقابلني. وعرفت من ساعتها إن لما يظهر لي شخص وحش في حياتي أعرف إن ربنا مش هيخلق حاجة عشوائية، إن ربنا كل حاجة عنده بقدر وبمقدار، فأحترم نفسي وأبتدي أتعامل وأسيب كل حاجة على ربنا، لأن ربنا بعد كده يا إما هيظهر لي إيه هو الخير أو الحكمة منها أو ما يظهرليش، ولكن ربنا عمره ما هيكتب لي غير الخير. دي حاجة. الحاجة التانية هو إني عمري ما تعلقت بشخص أو بشيء إلا وكان سبب ألم ليا وجرح القلب. ليه؟ لأني ما تعلقتش بمسبب الأسباب ربنا سبحانه وتعالى، لأني بكده اتخذت من دون الله آلهة، وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا بسم الله الرحمن الرحيم: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. فنحترم نفسنا وناخد بالأسباب، ولكن التعلق بمسبب الأسباب. تالت حاجة بقى ودي مهمة جدا، وهي إن لما كان شخص بيهددني بشيء كنت بخاف وكده وبقلق وببتدي أتراجع ساعات عن الحاجة اللي أنا بعملها، لحد ما بدأت أسمع فيديوهات كتير في التدبر وفي التزكية خلتني أقول لنفسي هو الشخص ده أصلا مش هيعمل غير اللي ربنا كاتبهولي، وربنا عمره ما هيكتب لي غير الخير. طيب والشخص ده بقى اللي الناس بتقول اتصدمت فيه، ازاي يعمل معايا كده؟ ابدا، ده اللي اتكسر عمره ما يتصلح. احب اقول لك ان اللي اتكسر ممكن يتصلح، ان الشخص الوحش واللي اذاك ممكن يرجع ويبقى كويس. والا كان الكفار كفار مكة واللي اسلموا بعد فتح الحديبية، واللي منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وابو سفيان وغيرهم كتير من اللي اسلموا بعد فتح مكة واذوا المسلمين جدا جدا، كانوا زمانهم بقوا كفار زي ما هم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعد الإسلام غيرهم 180 درجة. إذا ما فيش حاجة مستحيلة، وما فيش واحد بيبقى وحش على طول، وما فيش واحد برضو حلو على طول. كل واحد احنا بشر، بيبتدي فينا الخير وفينا الشر، فاحنا لا نتعامل ونقول ان ده قدر ربنا، وان انا ما خافش من هذا الشخص طالما ان انا بعمل فيما اللي هو يرضي الله، وابتدي امشي في طريقي طالما انا صح. ما يهمنيش اي حد يهدد، واللي يهدد يهدد، وفي نفس الوقت ما شيلش في نفسي واقول لا، ممكن الشخص ده يتغير وممكن يتحول بدل ما هو عدو يبقى حبيب. وفي النهاية احب اقول لكم ان كل سن وليه حلاوته. الطفولة كانت ليها حلاوتها وليها مشاكلها، الشباب ليها حلاوته وليه مسؤوليته، وكمان دلوقتي الحمد لله لما بقيت جدة برضو ليها حلاوتها وليها مسؤوليتها. فما حدش يقول لي ايه ده انت فرحانة قوي انك طالعة كده وبتقولي انت جدة وانت بقيتي تيتا. ايوه، لانها ليها حلاوتها وليها مسؤوليتها. وكل عام وانا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.